لو انا بيحصل لي ابتلاءات كتير ومصايب كتير واحداث وحشه كتير في نفس الوقت، منين اذا كان ده حسد او ابتلاء طبيعي من عند ربنا، وانا بقول ان هو حسد. ركز معايا في الخطوات دي بالظبط. اول حاجه يا صديقي، هتحط ايدك على راسك كده وهتقوم قايل اول حاجه سوره الفاتحه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد كده تدخل في آية الكرسي على طول: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خلصت سورة الفاتحة، خلصت آية الكرسي، بعد كده قول ورايا: عايزك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. عملت الخطوات دي، ركز معايا في 3 نقط هقول لك عليهم، لو حصلت لك منهم حاجة واحدة يبقى أنت أكيد محسود وتحصن نفسك. برضو كنت قايل الكلام ده في فيديو قبل كده. الخطوة بعد ما تخلص اللي أنا بقول لك عليه، لو حسيت إنك أنت عايز تتوب كتير ومش عارف تفصل، عايز تتوب على طول بقك مفتوح، عايز تتوب مرة 2 3 4، يبقى انت اكيد محسود. العلامه الثانيه، لو حسيت ان في الم رهيب جالك في نص راسك المنطقه دي بالظبط، الالم ده شديد قوي، يبقى برضك انت اكيد محسود. الحاجه الثالثه، لو حسيت ان انت اتخنقت مره واحده وعايز تعيط بدون سبب، يبقى انت اكيد برضك محسود. في فيديو قديم على القناه كنت انا عامله ازاي تحصن نفسك لو انت محسود. وربنا يكفينا ويكفيكم شر الاذى. لو انت لسه متابعنا لغايه دلوقتي، صلى على حبيبنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام.